السلام عليكم، اهلا بكم معي مره اخرى في قناتكم ساره شانيل. كي دايرين اخواتي؟ نتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنشارك معكم بسبوسه كتجي رائعه، خفيفه بزاف، سهله وسريعه في التحضير. المكونات اللي هي جد بسيطه ان شاء الله تكون متوفره عندكم وتحضروا هذه البسبوسه، فاكيد الا جربتوها غتعجبكم بزاف. الا عجبتكم كيف العاده ما تنساوش انكم ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي، كذلك تبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش هكا تعم الفائده على الجميع. ونبداو على بركه الله باش نحضروا مع بعضنا هاد البسبوسه. اول حاجه غنحضروها فهي السيرو اولا القطر. دائما بالنسبه للبسبوسه نحاولوا اننا نحضروا السيرو باش هكا ياخذ لينا راحته باش يبرد. اول حاجه كما كتلاحظوا معايا خديت واحد الكاسرول وضعت فيها كاس كبير ديال الماء، ضفت عليها كاس الا ربع ديال سكر سنيده اولا السكر الخشن، غنضيف عليهم واحد نص حامضه، غنحاول انني ناخذ منها العصير نعصرها مزيان. وبالنسبه لداك الطرف فانا غنوضعه في الكاسرول حتى هو، ونخلي داك السيرو فوق النار لدرجه الغليان، كنخليه تقريبا واحد 5 دقائق حتى ل10 دقائق حتى كيغلي لينا مزيان. عاد كنزولوه من فوق النار. بالنسبه هنايا الاخوات اللي كيبغيو البسبوسه مسقيه مزيان يحاولوا انهم ياخذوا تقريبا واحد 2 كيسان ديال الماء وكاس ونص ديال سكر سنيده اولا السكر الخشن. بالنسبه لي هنا كاس كان كافي. نحاول انني البسبوسه ما نفخاش بزاف، يعني ما كتجيناش منفخه بزاف اولا مسقيه بزاف. شحال ما كان داك الشيء قليل فهي كتجي خفيفه وفي نفس الوقت رطبه، يعني كان كاس كافي بالنسبه ليا. من بعد كندوزو باش نحضروا البسبوسه ديالنا. بالنسبه للمكونات فانا هنا خديت كاس ديال كوك اولا جوز الهند، ايضا كاس ديال زيت المائده. بالنسبه للكاس اللي عبرت به الزيت كذلك المكونات الاخرى هو اللي عبرت به الكوك اولا جوز الهند. نحتاجو كاس ديال الفرينه اولا الدقيق الابيض، كاس ديال السميده الخاصه بالحرشه اولا بالبسبوسه، كاس ديال سكر سنيده اولا السكر الخشن. ايضا غنحتاجو هنا واحد داناب اولا دانون، كيبقى على حسب المتوفر عندكم. بنكهه الفانيلا نحتاج 2 اكياس ديال سكر بنكهه الفانيلا، كذلك 2 اكياس ديال خميره الحلويات اولا البيكين باودر، وكذلك غنحتاجو 2 ديال البيضات. كانوا هادو هما المكونات اللي غنحتاجوهم. غناخدو واحد الاناء غنوضعو فيه 2 ديال البيضات، دائما البيض يكون على درجه حراره المطبخ. بالنسبه للداناب يمكن لكم كيف ما قلت لكم تعوضوه بدانون العادي اولا الياغورت بنكهه الفانيلا. من بعد كيف ما كتلاحظوا ضفت 2 بيضات، ضفت عليهم داك كاس ديال السكر كذلك سكر بنكهه الفانيلا، وغنحاول انني نضرب هذا البيض مع السكر مزيان. اللي بغات تعوض دانون اولا داناب بعصير البرتقال يمكن ليها تعوضو، وكذلك توضع قشور ديال البرتقال في بلاصه سكر بنكهه الفانيلا، يعني كتبقى النكهه على حسب نتوما شنو بغيتو. من بعد ضفت كاس ديال الزيت على السكر كذلك البيض. من بعد ما ضربتهم مزيان نضيفو كاس ديال الزيت تدريجيا. من بعد غنضيفو عليهم داك داناب. كنضيفو دائما المواد السائله هي الاولى، وبالنسبه للمواد الجافه كنخليوها للاخير. ضفت داك داناب وفي نفس الوقت انا كنخلط العناصر مع بعضهم. غناخدو خميره الحلويات اولا البيكين باودر ما يعادل 14 غرام، غناخدوها غنوضعوها فوق من الكوك اولا جوز الهند. بالنسبه لجوز الهند فانا عبرته بنفس الكاس اللي عبرت به المواد الاخرى اولا المكونات الاخرى. غنضيفو داك الكوك والخميره على الخليط وحنا كنخلطو بالضراب اليدوي فقط. وغناخدو داك الكاس ديال السميده الخاصه بالحرشه. بالنسبه للسميده ديك المتوسطه يعني ما كتكونش رقيقه. ومن بعد غنضيفو داك الكاس ديال الفرينه اولا الدقيق الابيض، وكنخلطوا العناصر مع بعضهم مزيان. نحاول اننا نخلطوهم مزيان باش هكا ما يبقاش لينا الحبيبات ديال الفرينه.
نحاول انني نخلط مزيان. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو القوام. كتاخذوا الكاس، بالنسبه للعبارات الكاس اللي عبرتوا به كتعبروا به المكونات كلهم باش هكا الخليط ديالكم والبسبوسه كتجيكم ناجحه. كان هذا هو القوام. بعد خديت واحد المول ديال الكيك اولا ديال البسبوسه، هذا اللي مسنف في الجوانب، دهنته بالقليل من الزيت، كذلك رشيت عليه شويه ديال الفرينه، ومن بعد غنصب فيه الخليط كيف ما كتلاحظوا معايا. في هاد الاثناء كنكون وضعت الفرن يسخن على درجه حراره ديال 160 حتى 170. شعلت على الفرن فقط من التحت على حسب الفرن ديالكم. انا هنا شعلت عليه فقط من التحت حتى طابت البسبوسه وحسيت بها انها تحمرت، فهي كتبان لينا في الجوانب انها تحمرت. صافي كنشعلوا عليها من الفوق وكنحاولوا اننا نحطيو معها باش هكا ما تحرقش لينا حيت كتحمر بسرعه. انا خليتها كيف ما كتلاحظوا تحمرت غير شويه، خدت واحد اللون اللي هو ذهبي كيجي رائع. من بعد خديت هنا واحد الكيردون ونحاول انني نثقبها مزيان. كيف ما لاحظتوا البسبوسه فهي ما كتلصقش لينا في الجوانب، فهي كتزول بسرعه. غنثقب هاد البسبوسه مزيان في الجوانب كذلك في الوسط، ومن بعد غنسقيوها بداك السيبو اولا القطر اللي سبق لينا وحضرناه. فبالنسبه لهاد البسبوسه فهي صراحه كتجي خفيفه بزاف. غنحاول انني نسقيها مزيان. كما قلت لكم انا كاس كان كافي، كتجي خفيفه وكتجي رطبه، ما كتجيش ناشفه نهائيا. صافي بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم والاختيار ديالكم على حسب اللي متوفر عندكم. انا هنا كان متوفر عندي فقط جوز الهند اولا الكوك، حاولت انني نزين هذا التزيين اللي هو بسيط. غنزين الوجه ديالها، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه اللي حضرت معكم اليوم. سمحوا لي حيت ما قدرتش انني نقطعها لكم باش تشوفوها كيف جات من الداخل، ولكن الصراحه كتجي رائعه. انا كنت خديتها هنا لشي ناس، داكشي علاش ما قدرتش انني نقطعها، جاتني حشومه نقطعها وناخذها معايا للناس. داكشي علاش خليتها كيف ما كتلاحظوا معايا مجموعه، وحاولت ان ناخذ لكم فقط واحد الصور. الى عجبتكم ما تنساوش انكم تجربوها، فاكيد الى جربتوها غتعجبكم بزاف، ومكونات اللي هي جد بسيطه ان شاء الله يكونوا متوفرين عندكم، وتجربوها وتردوا عليا كيف جاتكم في التعاليق. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه. نتلاقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.